عاطف أو الدكتور عاطف بقى ده حكايته حكاية. عاطف زي أي طفل بيحب الكرتون وبيحب الألعاب وبيحب باتمان وبيحب إنه يلعب بيه كمان. بس باباه كان ليه رأي تاني، وهو إنه عايز يكون دكتور وإنه يتفرج على برامج للطب، وكان بيديله هدايا في عيد ميلاده أدوات للطب. لحد ما كبر عاطف وبابا حطله التنسيق بتاعه وكتب له كل كليات الطب، وعدت الأيام ودخل عاطف طب واتخرج كمان. عاطف راح مع زميله علشان يشوف التكليف بتاعه هيوديه فين، وعارف من الموظف ان هو اللي جاله التكليف في قرية بطرشوخ الليف اللي في كفر الشيخ. طبعا عاطف ابن القاهرة الفرفور كان نفسه يبقى التكليف في مدينة نصر أو المعادي، فزعل إن كده هو بقى بعيد، فزميله قال إنه ممكن يعمل تظلم في الوزارة وينقله مكان تاني أقرب للبيت بحجة إنه الولد الوحيد. تاني يوم الصبح راح عاطف الوزارة واتمرمط بين الموظفين لحد ما أخد ورقة التظلم، وكان لازم يروح بطرشوخ الليف بنفسه علشان مدير الوحدة يمضيله على التظلم ويقدر وقتها يتنقل. وراح عاطف الفرفور اللي مش بتاع بهدله للوحده وركب القطر جنب الوزه والبطه وركب التروسيكل وركب الحمار وكمان ركب التوك توك، كل ده علشان يوصل للوحده، لحد ما اخيرا وصل للوحده. لا وراح كمان لمدير الوحده ودار حوار طويل عريض بين عاطف ومدير الوحده علشان عاطف عايز المدير يمديله على ورقه التظلم، بس المدير شرط عليه انه علشان يمدي ورقه التظلم لازم الاول يمدي على ورقه قبول انه يشتغل في الوحده الاول وبعدها يمديله على التظلم. ومدير الوحده قعد يتكلم كتير ويحكي عن قصة حياته، وعاطف على آخره عايز يمضي الورقة ويمشي بسرعة. ودخلت مس كوثر المسؤولة عن الممرضين وسلم عليها عاطف، وفجأة كده المروحة قعدت تتحرك وتتهز كأنها هتقع على حد، لحد ما قامت وقع على راس مدير الوحدة. ويا لها من مصيبة، مدير الوحدة مات وسايح في دمه على الأرض. هيبان لنا إن دي حاجة عادية وخلاص، بس ده وراها حكاية طويلة. بما إن عاطف مضى على ورقة قبول إنه هيشتغل ودلوقتي مدير الوحدة مات، فالوحدة دلوقتي بقت تحت مسؤولية عاطف، وده اللي مس كوثر قالته لعاطف. طبعا عاطف ما عجبوش الكلام ده وقعد يجري ويهرب من مس كوثر ومن الشغالين في الوحدة، وروح البيت بسلام، أو زي ما فكر إنه كده بقى في سلام. تفتكر عاطف اللي مش بتاع بهدلة حالته هتبقى عاملة إزاي دلوقتي؟ عاطف فضل قلقان ومتوتر ودخل اوضته وغير هدومه، وبعدين باباه كان حران وكان عايز يشغل المروحه لكن عاطف قاله لا، وفجاه الباب فضل يخبط كتير وفتحوا الباب وطلع بوليس وقبض عليه. عاطف واقف قدام الضابط بالشورت، فالضابط اداله بنطلون واسع قوي ولبسه كمان. الضابط قعد يتكلم مع عاطف وقال له انت كده هربت من شغلك وانت خلاص مضيت على الورق، وعاطف بيقول له انه مضى بس علشان ورقه التظلم وانه مش عايز يشتغل في الوحده دي. الضابط قعد يزعق له وقال له انه لازم يروح الشغل في الوحده وكمان هو المسؤول والمدير هناك. وبعد كده الضابط خلى عاطف يمشي، فراح قعد مع زميله في العربيه، وزميله قال له ان القانون بيقول انه ليه الحق انه ينتقل من الوحده بعد ما يعدي 6 شهور، اهو احسن من انه يقعد سنتين تكليف، بس بشرط انه ما يكونش اخد اكتر من 6 ايام جزا. يا ترى عاطف هيقدر يلتزم؟ وهنا جه تاني يوم الصبح، عاطف لم هدومه وركب نفس المواصلات الكتيرة الصعبة علشان يوصل للوحدة. وهنا وصل عاطف الوحدة واكتشف انه اخد 5 ايام جزا بعد ما المحافظ بعت حد ولقاه مش موجود. كده عاطف فاضل له يوم واحد بس. يا عيني عليك يا عاطف، ده انت اتمرمطت قوي. راح عاطف مع مس كوثر والممرضة حلمية لأوضة المدير أو أوضته بقى، فلقى الدكتور لسه في الأرض وسايح في دمه، فمس كوثر قالت له إنه ما ينفعش يدفن غير لما ياخد تصريح الدفن وإنه يمضي على الورق، فمضى على الورق واستلم عاطف أول يوم شغل ليه في الوحدة. عاطف طبعا مش فاهم حاجة ونايم على ودانه، وفي دكتور الأسنان في الوحدة بياخد فلوس زيادة من المرضى، وكمان الممرضة بتساعده في لم الفلوس. قعد عاطف على مكتبه كدكتور وكمدير، فجاله موظف من موظفين الوحدة وطلب منه يوم واحد إذن، فاداله أسبوع كامل أجازة. ده كده الدنيا هتخرب خالص. واخيرا دخل للدكتور عاطف مريض، وكانت واحده ست وكانت بتشتكي ان بطنها دايما بتشد عليها، يعني عندها مغص، وان هي بتتمشى في الحمام دايما. فعاطف بكل براءه قال لها وليه تتمشى في الحمام، وانه عادي يعني بيتمشى في الاوضه او الصاله، وانه بيتمشى في اي حته. فالست ضحكت من اللي قاله وقالت له ده انت عسل قوي يا دكتور، اوعى تكون بتهزر، ازاي بس بتتمشى في الصاله، وسع كده بقى وعدينا ماشيه. جات له حلميه وقالت له ان التمشيه دي يعني اسهال، وفضلت تضحك عليه. عاطف رجع وقعد على مكتبه تاني، وكل شوية يدخل له موظف من موظفين الوحدة وياخد إذن علشان يمشي، مرة عشان الغسيل ومرة علشان جعان، وكلها أسباب تافهة. وقبل الإذن للكل لحد ما الكل مشي وما بقاش في حد موجود في الوحدة، وقعد عاطف على الكنبة بيتفرج على الكرتون وبيلعب بالمكعب، شكله كده جاي يعوض طفولته. فدخل عليه البواب وقال انه ما كانش ينفع يقبل كل اذن الانصراف، وانه على الاكتر يمشي ربع قوة العمل،
بس دلوقتي الكل مشي، وانه لو حد عرف من الاداره ممكن مش بس يديله جزا، لا ده ممكن يعلقه علشان يبقى عبره لمن يعتبر. وفجاه في صوت واحده ست بتصوت، يا ترى ده ليه؟ عاطف نزل مع الأستاذ طرشوخي موظف الاستقبال على صوت سويت، وكان السويت ده لواحدة حامل وهتولد ومعاها جوزها اللي قال لهم إنهم يلحقوها بسرعة ويولدوها. فعاطف قال إنه مش بيعرف يولد، فالأستاذ طرشوخي قال له إنه لازم يتصرف ويولدها لأنه الراجل ده شكله غريب وممكن يعمل فيهم حاجة، وخصوصا إنه مشى كل الموظفين وكمان دكتورة النساء اللي هي الداية اللي في القرية. طبعا عاطف دلوقتي مش قدامه حل غير إنه يتصرف في الورطة اللي هو السبب فيها. الست دخلت غرفة الطوارئ، ودخل كمان الدكتور عاطف اللي فضل واقف ومتنح ومش عارف يبدأ منين ولا يعمل ايه، والست على اخرها في السويت. فطلب من الاستاذ طرشوخي ميه سخنه، وطلب من الست انها تحاول تنظم نفسها. الاستاذ طرشوخي جاب له الميه السخنه زي ما عاطف طلب واداها له، وعاطف فضل يغسل ايديه فيها ويقول له اعمل بيها ايه. عاطف طلب من الست انها تحزق وانها تحاول تساعده علشان يقدر يولدها، وبعد محاولات كتيره قدر عاطف اللي كان واخد في الكليه ازاي يولد بس نظري انه يولد الست على ارض الواقع. وبعدين جت الدكتوره هاجر الدكتوره الصيدلانيه في الوحده وقصت الحبل السري للبيبي، وبكده تكون تمت الولاده على خير. عاطف الفرفور وقتها كانت اعصابه سايبه ومتوتر، فبدون قصد زعق للدكتوره هاجر اللي كان فاكرها دكتوره النساء، وكان بيزعق لها على تاخيرها وانها كانت فين كل الوقت ده. فعرفته انها اصلا دكتوره صيدلانيه وملهاش علاقه بكل ده. وهنا مدير الاداره رن وهزق عاطف على اللي حصل، وهو انه مشى كل الموظفين من الوحده واداله يوم جزا كمان، وبكده يكون عاطف اخد 6 ايام جزا وفي اول يوم بس. عاطف فضل زعلان ومتضايق انه اخد 6 ايام جزا ومتضايق من نفسه ومن اللي حصل. فالاستاذ طرشوخي كان بيحاول يهون عليه ويقول له امتى يشد وامتى يرخي، وانه لازم يطمن على الوحده وكل يوم يعدي على الموظفين ويحسسهم بوجوده. وهنا طلع عاطف مع الاستاذ طرشوخي للسكن اللي هيقعد فيه، وفرجوا على السكن وعرفوا عليه وقال له انه في اوضه اوعى تقرب منها لان كل ما حد يفتحها بتحصل له مصيبه. عاطف زهق من القعده فوق ونزل تحت وبالمره يشوف شفت الممرضين بالليل، فلقى مجموعه من الممرضين، فقال لممرضه منهم ان لو في هنا دليفري يجيب اكل. فقالت له ان هنا في البلد ما فيش الكلام ده، وان لو هو عايز ياكل هتجيب له هي وجبه من واحده ست ودي سعرها 65 جنيه وفيها حته لحمه كبيره ورز وبطاطس. فادالها الفلوس وكان حاسس انه كده الوجبه رخيصه جدا، وطلب منها الوجبه وطلع فوق واكل وعلق نتيجه الشهر ونام عاطف في سلام. اليوم اللي بعده صحي عاطف ونزل تحت دخل مكتبه، لقى الموظفات قاعدين عنده وبيفطروا، فقال لهم انهم بعد كده يعملوا حسابه معاهم في الفطار ويا ريت لو الغدا كمان. فمس حلميه قالت له ان في تحت وجبه ليه وهي حته لحمه كبيره ورز وكمان بطاطس. عاطف استغرب وقال لها ان طقم التمريض امبارح باعوا له الوجبه دي، فقالت له ما انت بقى من القاهره يعني فرفور، بس طبعا مش هتقدر تقول له كده مهما كان. عاطف عدى على الموظفين زي ما الاستاذ طرشوخي نصحه لحد ما وصلوا للصيدليه، ونادى على الدكتوره هاجر علشان يعتذر لها على اللي حصل منه، وقعد يحكي لها على حكايته وانه نفسه يسيب الوحده ويمشي. وفجاه وهو بيكلمها جه دكتور الاسنان وشافهم مع بعض. صحيح نسيت اقول لكم انه عينه من الدكتوره هاجر وعايز يتجوزها، فطبعا ما عجبهوش ان عاطف واقف معاها، يا ترى هيعمل حاجه ولا كأن مفيش حاجه حصلت وهيمر كده مرور الكرام ولا لا. عاطف راح لاخر مكان وهو دكتور الاسنان وطلب من الممرضه دفتر كشوفات المرضى، فراح معاها ودخلوا جوه عند الدكتور وقال لها ان الاهبل ده اللي قالك انه عايز دفتر الكشوفات، طب سيبيه واطلعي بره. فسمعت الكلام وفعلا طلعت بره، وعلى غير المتوقع وعلى خيانه شد الدكتور سمير ايد عاطف وقعده على الشازلونج وربط ايده وحط في بقه الاداه اللي بيفتح بيها الفم علشان يمنعه من الكلام، ومسكه من هدومه وقعد يهدده ويقول له دكتوره هاجر دي مالكش دعوه بيها، ولو شفتك عندها تاني هتزعل مني جامد، وانا بقى واحد غبي وهزعلك بجد، كمان مالكش دعوه بالممرضين ولا بعياده الاسنان دي. عاطف كان قاعد مرعوب لحد ما صدق انه فكه وطلع بسرعه بره الاوضه وهو في حاله صدمه من اللي حصل، وطلع من الاوضه وقلع البلطو وطلع بره الوحده واتمشى في الشارع لحد ما لقى واحد وتقريبا كده اخرس ومش طايق عاطف قعد يكلمه ويحكي له على اللي حصل، وبعدين عاطف رجع تاني للوحده. مرت الايام لحد ما اتبقى تقريبا كام يوم والشهر يخلص. طبعا غريزه الفضول دي طبيعه البني ادمين، وعاطف وهو فوق في السكن عينه جت على الاوضه اللي الاستاذ طرشوخي قال له انه ما يدخلهاش ابدا، وكان لسه هيروح لها لولا ان في جرس انذار رن فجاه، فنزل على طول. والاستاذ طرشوخي قال له ان في بيت جنب الوحده بيتحرق، وان ممكن كده الوحده تتحرق، وان الوحده في عهدته، يعني لو حصل اي حاجه هو اللي هيلبسها وهيشيل الليله كلها، والبس بقى يا عاطف. طلع عاطف مع الاستاذ طرشوخي الشارع علشان يشوفوا البيت اللي بيتحرق، وقعد يقول للناس صوتوا صوتوا يمكن حد يلحقنا، ده انت ويا نعم المدير فعلا يا عاطف. عاطف راح لصاحب البيت اللي بيتحرق علشان يهون عليه ويقول له انه يطلب المطافي علشان الحريقه تبطل. فالاستاذ طرشوخي قال له ان كده هيبقى عار وعيب قوي ان المطافي تيجي وهي اللي تطفي البيت، وصاحب البيت قال له ان اصحاب البيت هم الاولى بالحريقه وهم بس اللي يطفوا الحريقه.
عاطف رجع تاني للوحدة ورجع لمكتبه علشان يكشف على المرضى اللي مستنياه، وبعد ما خلص كشف على المرضى حلمية جات له وادت له ورق يختم عليه ختم النسر، وطبعا عاطف مسطول وساب ختم النسر على مكتبه وطلع من المكتب عادي وراح للدكتورة هاجر وقال لها ان اي حد محتاج كريم حروق تصرف له على طول. وفجأة وهو بيتكلم معاها جه دكتور الاسنان علشان يطلب بنج، وعاطف اول ما شافه مشي على طول، ويعني هاجر اصلا مش بتطيقه. بعد ما الدكتورة هاجر حاولت تتهرب من الدكتور سمير مشي علشان يرجع لعيادته، واثناء ما هو ماشي لقى مكتب عاطف مفتوح وعليه كمان ختم النسر. دخل المكتب وخده وراح مكتبه وقعد يختم على ورق كتير ابيض يمكن يحتاجه في حاجه بعد كده او انه يودي عاطف في داهيه اي حاجه فيهم. عاطف راح مع الاستاذ طرشوخي علشان يشوفوا اخر مستجدات الحريقه وايه اللي حصل فيها. لقى ان صاحب البيت بيقول للناس انها تنادي على الشيخ مرزوق، وده بقى القريه كلها بتستبرك بيه وبيحل لهم كل المشاكل. وطبعا عاطف قال ايه الهبل ده، ازاي يعني هيطفي الحريقه؟ الدكتور سمير ادى للممرضه الختم وقال لها انها تحطه في مكانه على مكتب عاطف، لكن لما راحت لقت المكتب مقفول، وكمان مس كوثر شافتها وكانت هتقفشها بس عدت منها. مش عارفه بقى ده لحسن حظها ولا لسوء حظ عاطف، وبما ان ما لقيتش حل راحت حاطه الختم على كرسي في الوحده من غير ما اي حد ياخد باله. هل ممكن حد تاني ياخده ويعمل بيه مصيبه ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ عاطف وهو معدي لقى اهل القريه شغالين بيتكلموا على الشيخ مرزوق وانه زي مبروك وكويس وبيحل مشاكلهم كلها. وطبعا عاطف مش مصدق ولا كلمه من اللي اتقالت لحد ما جه فعلا الشيخ مرزوق وحصل اللي مفيش حد عاقل يصدقه، وهو ان الشيخ مرزوق طفى الحريقه بحركه واحده بس بايديه وهو ماسك العصايه وبيقول كلام غريب. وعاطف بقى واقف مصدوم من اللي حصل، وده اكيد لو حد حكاله عمره ما هيصدق، بس شاف ده بعينيه. والناس بقت فرحانه وقعدت تزغرط وكمان تبص في الشيخ مرزوق. يا ترى القريه الغريبه العجيبه دي رايحه بينا على فين؟ بعد ما الممرضة سابت الختم على الكرسي عاطف شافه واخده معاه وراح للدكتورة هاجر في الصيدلية واتكلم معاها على انه مش مصدق اللي عمله الشيخ مرزوق. الدكتورة هاجر قالت له انه يطنش وكأن مفيش حاجة حصلت ويعدي الموضوع وانه ما يركزش علشان ما يتجننش. اليوم اللي بعده عاطف صحي ورن على الاستاذ عبد البديع اللي هو الاستاذ طرشوخي، سألوا على الناس في القرية بتعمل ايه بالليل وايه اللي يقدر يعمله علشان يتسلى. وقتها اخدوا الاستاذ عبد البديع فرح في القرية، وساعتها عاطف افتكر انه كده هيغير جو ويفرح على اساس ان ده زي افراح القاهره، بس اتضايق لما شاف الشيخ مرزوق هناك. الاستاذ عبد البديع قال لعاطف انه لازم ينقط العريس ولو باي حاجه ومحدش هياخد باله. عاطف سمع الكلام زي ما قاله الاستاذ عبد البديع وراح نقط واتفضح، وبتاع النقطه قال اسمه ونقط بكام قدام الفرح كله. الاستاذ عبد البديع قعد يضحك عليه وعلى انه اتفضح ودفع 10 جنيه. فجأة كده في وسط الناس اللي بترقص في الفرح وقع واحد من طوله. عاطف راح عليه وكشف عليه وقال انه لازم يتنقل للوحدة علشان دي غيبوبة سكر. وهنا جه الشيخ مرزوق وحط ايده على وش الراجل، وفجأة الراجل قام والناس قعدت تمدح في الشيخ مرزوق. عاطف فضل باصص على الشيخ ومتنح من اللي بيحصل. خلص اليوم على كده، وتاني يوم الصبح راحت الدكتورة هاجر تنادي على عاطف علشان في مؤتمر ثقافي في الوحدة، وفهمت عاطف ان ده مؤتمر علشان ينصح الناس فيه بأي معلومة علمية وكمان يوعيهم. عاطف ما كانش يعرف ولا محضر اي حاجة وتوتر عشان ما كانش عارف المفروض يقول ايه. المؤتمر بدأ والمفروض ان عاطف يقول كلام مهم ويوعي الناس، بس اللي حصل ان عاطف في الاول قعد يقول اي كلام وحاجات كده مش مفهومة، بس سكت شوية كده وفكر في سرعة في ايه اللي ممكن يقوله ويكون مهم، فقرر انه يتكلم عن الشيخ مرزوق. الشيخ مرزوق، شكلك هتوقع نفسك في مصيبة يا عاطف. عاطف قال لهم ان الشيخ مرزوق ده خطر كبير قوي وان الناس المفروض ما تسمعش كلامه. الشيخ مرزوق ده مش داري باي حاجه، وان الشفا ده بتاع ربنا ولازم يبقى فيه سبب للشفا هو الاتجاه للعلم، وان ده كله نصب في نصب، وانه بيضحك عليهم، وان لازم يخافوا على نفسهم وعلى عيالهم منه. الناس بقت مبسوطه من اللي عاطف قاله وسقفت له. بعد ما عاطف خلص شكروا الدكتور اللي الاداره بعتته. خلص اليوم وعدى على خير، او زي ما فكر عاطف ان كده اليوم عدى، بس اللي حصل ان عاطف وقف في الشارع قدام الوحده وكان بيتكلم في التليفون، وفجاه جه ميكروباص وخطفه. يا ترى رايح بيه على فين؟